انا عارف هو حاجه غريبه شويه ان هو الفيديو ده طالع من شاب مش من بنت. السؤال بيقول لك الاتي: كيف تحافظين على جمالك؟ طبعا انا مش بنت، انا ولد يعني. ولكن الاجابه على السؤال ده قد تكون عندي انا يعني. باختصار شديد انا شايف ان جمال المراه 50% منه، اكبر نسبه منه في قوامها. قوام اللي هو الجسم الرفيع، الجسم الجميل. ان اغلب بعض البنات جمالهم بيروح بسبب ايه؟ بسبب التخمة، او بسبب ان هو وزنها مش وزن مثالي، وزنها ازيد من الطبيعي. لو هي ازيد من الطبيعي جمالها بيروح 100%. يعني بشكل عام القوام اهم. انا اعرف بنات ملامح وشها مش اجمل حاجة، ولكن جسمها رفيع كده، جسمها جميل، جسمها ممشوق، بيسموه جمال ممشوق، مش عارف اسمه كده، اسم غريب يعني. جمال ممشوق يعني مشدود، جسم مشدود وجسم حلو. جمال الجسد ده بيعوض جمال الملامح او عدم جمال الملامح. جمال الجسد بيعوض عدم جمال الملامح. فبشكل عام انا شايف ان تلات ارباع او نص جمال البنت في الايه؟ القوام الفرنساوي، يسموه العود الفرنساوي. ليه بقى؟ لان ده بيخلي الراجل ينجذب جنسيا ليها. في حين ان قد تكون بنت ملامحها جميله جدا، ولكن جسمها مش احسن حاجه. فهنا الرجل سينفر ويبتعد عن الايه؟ البنت بالشكل ده. عشان كده حافظي على جمالك عن طريق انك انت تخلي جسمك عود فرنساوي، احسن بكتير مليون مره من عمليات تجميل في وشك، او مثلا في شعرك، او في مش عارف شفط او نفخ او مش عارف ايه. لا، الجمال نصه في العود الفرنساوي.